خلنا نقول لك قصة. هذه القصة سمعتها من آية الله وحيد الخراساني. يقول بأنه في قديم الأيام يوم روسيا هجمت على إيران، أخذت قزوين وأخذت كثير من الأماكن والمدن الإيرانية، وصلت إلى قريب من مشهد، على أساس تدخل مشهد. بتدخل مشهد، يقول في نفس الأيام الحين بتدخل مشهد، في عالم من العلماء راح تعال يسوي له عملية جراحية، راح عند دكتور قال له سوي لي عملية جراحية، قال ببنجك، قال ما يحتاج. قال شلون؟ قال ما عليك انت، هذا ما تألم. يقول قرأ آية النور وقرأ بعض الأوراد ونام. الدكتور سوى له عملية جراحية وعالجه وكل شيء، وبعدين قرأ آية أخرى وقام. الدكتور يقول قلت له انت حين عالم ما شاء الله واصل لهالمستوى، هاي روسي جاي تهجم بتدخل مشهد اليوم بكره بتدخل، ليش ما تحل مشكلتنا احنا؟ عندك ارتباط مع الله هكذا. قال بس هذه تبغونه؟ قال ايه هذا مو شيء سهل. قال لا سهل كلش. بعدين يعني يرجعون. يقول الشر هاي اشارته في نفس اللحظه راديو ايران قالت بان الروس رجعوا ما دخلوا خلاص، اشاره واحده. هذا الامام الراحل يوم اجت الطائره الامريكيه بتاخذ الرهائن ايام جيمي كارتر، يوم ياو في الهواء الطائره جايه وصلت قريب من طهران، على اساس يجون يتفاهمون. قالوا ما يصير، لازم نحل هالمشكله. الامام كان في جمران يلقي كلمه، واظن انا كنت موجود في نفس المجلس. اشر الامام نفس هذا الانسان، اشر قال إنها مدان بما مذاكرة كنن جايين يعني يتفاهمون معنا، ماكو تفاهم. بالقردن يوم قال بالقردن يعني يرجعون. يقولوا الطائرة فوق مرة واحدة رجعت، راحت خلاص ما جات. سألوا انتم هاي مكتوب في التاريخ، وصلت قريب من طهران ورجعت راحت. قدرة هذه، يقول لشيء كن فيكون. هاي قدرة شنو؟ قدرة الجسم؟ لا، النفس.